يلا نسافر ونروح بلاد الشام. قررت أعزم عائلتي وأعمل لهم يوم شامل. طبعا بلاد الشام تضم لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. حبيت نعيش أجواء كأن إحنا سافرنا إحدى الدول هذه ودخلنا أحد المطاعم الشعبية عندهم ناكل مأكولاتهم، وقررت يكون كلها مشاوي ومقبلاتهم المعروفة. يلا تعالوا نروح نعمل جولة. الأسبوع اللي قبل عملنا يوم أثيوبي، وبحاول كل فترة أعمل لهم يوم مختلف. حنزور المغرب، حنزور تونس ومصر والعراق وليبيا وأغلب الدول إن شاء الله. المهم أول حاجة دخلت الصبح المطبخ، بدأت أتبل اللحم والدجاج عشان ياخد وقته في التتبيلة، واللي حابب يعرف تفاصيل الطبخة وإيش التتبيلات اللي استخدمتها نزلتها في مقطع مختلف وشرحت لكم بالتفصيل الممل. وبدأت هنا أجهز مكونات الحمص باللحمة، أحب أحط كل الأشياء أمامي عشان أعرف إيش ناقصني. طبعا ما كانش عندي حمص حب فاستخدمت الحمص الجاهز وخلطتهم وحطيتهم في الثلاجة عشان يجمد وتقدروا تشكلوا وتتحكموا فيه. يا ترى يا هل ترى إيش مكونات الطبق هذا؟ نعمل كبة الآن. هنغسل البرغل وننقعه بماء دافية. أهم حاجة لما تكون معكم عزومة تعرفوا ترتبوا وقتكم وإيش تبدأوا، إيش الأولويات، إيش الأشياء اللي تاخذ وقت. زي أول شي تبلنا اللحم، ثاني البرغل لأنه ياخذ وقت. الآن أنا بعملت برغل في مطيبة ثانية، هذا بستخدمه للتبولة. هجيب لكم سر من أسرار المطاعم الشامية. أنا دائما لما أسافر أحب لما في أكلة تعجبني أحب أسألهم. طبعا الناس الفنانين أو بعض المطاعم المشهورة لما ينقعوا البرغل ما ينقعوهوش بماء، لا، ليمون، ليه محامض. الآن جا وقت الشقة، صح، وقت الشغل الصح. طبعا ما عنديش فرامة والكبة تشتي دعك، تشتي فحص ولا فرب كثير. فهذا هي البرغل، وأحط عليه هبرة على قولة السوريين، لحم أحمر من دون دهن لأنه راح يفرط معانا. إيه إيه، لا تستغربوا، اللحمة المدهن اللي بتكون فيها دهن كتير بتخلي الكبة تفرط في الزيت. وهنا بدأت أفرم البقدونس والنعناع عشان التبولة، وبعدهم بدأت أشتغل في الفتوش، وبعد الفتوش بدأت أقطع الأشياء اللي حستخدمها للمشاوي. ترى وصلنا للنقطة الحاسمة، خلاص تقريبا كل شي جاهز. هذيك اللحمة تبع الحمص وهذه الكبة جاهزة. هبدأ الآن بس أجهز المشاوي في الأسياخ، وعلى طول شوحت لحمة الحمص على النار. بقالي بس إن أنا وقت ما أشوي اللحم أقلي الكبة عشان أقدم الأكل كله ساخن. وكانت خطتي إن أنا أروح أخذ شاور وأغير ملابسي عشان يكتمل اللوك ونعمل يوم تقليدي بالزي والأكل وكل شي، بس كانت خطة فاشلة من البداية لأنه كان يكون ريحتي ما شاء الله مش بخور يمني، لا، بخور مشاوي، مشاوي متنقلة. خليك هنا. وهنا أنا طلبت مساعدة للتصوير، قلت لهم لو سمحتوا حد يساعدني، بس للأسف أنا بنأشر لهم لا فين يصوروا، يعني أنتوا هتصوروا فين؟ المهم ما علينا، هو ضروري من اللقطات اللطيفة تحصل. خلص كل شي جاهز، حطيت الحمص، حطيت الكبة، حطيت التبولة، حطيت الفتوش، وبدأت أحط المواقد الفحم، هذه المواقد الصغيرة اللي جبتها من مصر، مواقد جميلة للتقديم طبعًا. حطيت فيهم بس شوية فحم كده عشان أحط المشاوي عليهم والخضار، ويكونوا يعني وقت التقديم ساخنين. شوفوا كيف الشكل في الأخير، قولوا لي إيش رأيكم؟ بالنسبة للفلوجات حكون أنوع، يوم طبخ، يوم تمشية، يوم خارجة أشوف وش هو الكبة. أنا كنا مدري كنت بين أعاند حد يمكن بين أعاندكم في التصوير، وهنا التبولة حطيتها في السلطة يامي. طبعًا في البداية أنا كنت مستمتعة، بس بعدين لمّا بدأ لي وجع ضهري كنت أقول لهم اشتي لصقة أمريكي، مش لصقة للضهر للجسم كله. هنا المأساة، بعد ما كملت أطبخ واستمتعنا جيت اكتشفت الكارثة. أحس بالتعب بعد ما أكمل وأقول مين قال لي أعمل هذا التعب كله؟ من قال لي أتعب نفسي هذا كله؟ طبعًا بعد ما أكمّل أكون في البداية مستمتعة. وهنا أصدرت قرار وفرمان إن أنا ما بانضّفش، قُلت العمر بيخلص والعمل ما بيخلص، فقُلت خلّوني أستمتع باليوم. رُحت نضّفت واحد من المواقد، هذا المنقل الصغير، علشان أستغل الفحم لإنه معانا فحم كثير والع، فقُلت حرام أعمل لنا شاهي كرك أو بالأصح شاهي عدني وأعمل لنا قهوة ونستمتع بيومنا. طبعًا هذا البارت ما يعتبرش شامي، هذا البارت يعتبر يمني على مصري، لإن العدة مصرية والمكونات يمنية. وبس خليتهم يتسبكوا على ما رُحت أنا أعمل الخطة حقي اللي كانت فاشلة، ورُحت آخذ shower سريع عشان أتخلّص من ريحة المشاوي، وغيّرت ملابسي، وهذا هو كان اللوك. متحمسين تشوفوا اللوك؟ هذا الزي أنا أخدته من الأردن، أعتقد إنه تراث أردني على فلسطيني، مش عارفة صراحةً، اللي يعرف يقدر يقول لي هل هو أردني أو فلسطيني الأصل. وأخيرًا خلاص الحمد لله كمّل الفلوق، ترتاحوا مني، يمكن طوّلت عليكم. المهم اللي يقولوا ليش ما خرجناش نشرب الشاي خارج أو نشوي، شوفوا هنا نسيت إن أنا حاطة الهيل ونسيت ما أشنه، ورجعت جالسة أتفرج ولا قدرت أستمتع بالشاي ولا شي، ورُحت أجيب ملعقة بعدين وجلست أصفّي قشر الهيل. المهم عذاب. آخر شي هتقولوا لي ليش ما خرجتوش تاكلوا خارج في الحوش أو تشربوا الشاي على الهواء الطلق؟ هذاك اليوم جات عاصفة، فجأة تغير الجو، وقبل ما يجهز يعني قبل ما أشوي اتعدل الجو، بس كانت الرياح باردة فعشان كده ما حبيناش ناكل خارج. وقت الشاي كان الجو اتعدل بس ما حد رضي يخرج، حكم القوي أمري لله. وهنا خلاص نظفت الشاي من الهيل والحمد لله استمتع فيه. خلاص والله وصلنا للنهاية، بس قولوا لي إيش رأيكم؟
حلوة الvlog أستمر أواصل والّا أعتزل؟